السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معلش يا جماعة أنا طالعة لكم في عجالة، حتى طالعة بلبس البيت والله. ليه بقى؟ لأن الموضوع أصلا يعني حيوي. أنا كنت قاعدة امبارح في أمانة الله، إذ فجأة كده التقيت قدامي فيديو، قلت ده أكيد بقى حاجة من يا لهوي على الضحك. واحدة طالعة بتعمل مقلب ولا حاجة، إذ فجأة دي طنط تونسية. تمام، أنا قلت يمكن عشان مش فاهمة اللهجة التونسي برضك، أو اللهجة مش شغالة معايا، يمكن أنا ترجمت غلط. بس لقيتها بتقول لك إن هي بسم الله الرحمن. لا طب ما تيجوا، وكما قال الراحل إبراهيم نصر، ما تيجوا بينا نشوف. وين راح تسكني؟ ما تخافش، الموجودة السكن موجود. ومنتو خليني نجاوب بربي. فما شكون او برشا قالوا لي شكون باش تعطي المهر، انت باش تعطيهم المهر ولا هما باش يعطيوني المهر؟ نقول لكم لا، انا باش ناخذ المهر. ديجا المهر خديته صايي، خديت 2 فيلا، كل واحد خدا لي فيلا كمهري. هذاك سي تري نورمال. واحده من لي فيلا في ارقى الاماكن الموجوده في تونس، مطله على البحر، والفيلا الاخرى موجوده خارج تونس العاصمه. هذاك علاش دار في الصيف ودار في الشتاء. وواحد منهم هديلي 50% من السوسيتي نتاعو ديجا باسمي انا وياه. يقول لي هذاك باش تقعد على طول معايا وما تفارقنيش، على الاقل في الخدمه معايا وفي الدار معايا. ويكفي من التعاليق الزايده على خاطر ما عندكم وين توصلوا يا جماعه. انا وياه متهنيين وشيخين، بينتو باش تشوفوهم. سيرتو توانسه باش يتصدموا لانها شخصيه معروفه على الاخر. واحد منهم شخصيه معروفه على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر في تونس. الناس الكل باش تقعد بوشري. نو ماهمش مصدقين. صدقوا يا جماعه باش نخرجوا لكم نخرجوا في فيديو ولا في لايف، الله اعلم. سو بور سولا ما تخافش، الامور محلوله واحنا متهنين وشيخين. اليوم نلقى روحي، قمت الصباح نلقى روحي متصدره المواقع العربيه الكل، العرب الكل يحكيوا عليا. صحابي بعثوا لي في لي كابتور ديكرون سندس اسكو سو فري انتي. الموضوع مشمول ازعاج في الموضوع يا اخي. انا فكيت لكم رجالكم يا اخي، شنو الازعاج اللي سببتوكم؟ معناها تعليق فارغه، كلام فارغ، قاعدين تزيدوا في ذنوب على ريوسكم على فكره. خاطر ما ضريت حتى حد. انا نعيش في حياتي الطبيعيه، حياتي اليوميه. نقوم الصباح نمشي نخدم على روحي، نرجع ناكل كيما العاده، ما فما حتى شيء يتغير. سوف كو توا قاعدين نحضروا للعرس. في مفاجاه كبيره تستنى ديجا باش تكتشفوها. ما عندكمش فكره قداش مفاجاه كبيره على الاخر على الاخر على الاخر على الاخر. انتظروني في التفاصيل القادمه. اليوم نورمالمون العشيه باش نمشي نشوف نشتري لو غوب دو مارياج، باش نشتري بيان سور ما نكريش انا. والعشيه غدوه العشيه باش نمشيو نشريو السوليتير والاليونس، على خاطر اتفقنا انه باش نشريو سوليتير وحده واليونس وحده، لكن هما الزوز باش يتشاركوا في سومها، خاطر ما نجوش نلبس 4 بيان سور. هكا زين. شوف يا مؤمن، الحاجة اللي حضرتك شفتها دهيا بتقول لك ان هي قررت ان هي تتجوز في شهر ديسمبر اللي هو اللي احنا فيه ده ان شاء الله اخره بقى 2. والله عمو وعمو هتتجوز راجلين. ليه بقى؟ قالت لك هو انا شايفه ان هو عادي ومفيش اي عرف او اي قانون يمنعني ان انا اتجوز 2. يعني مفيش اي عرف وقانون. طب بالنسبه للدين، مفيش دين يمنعك تتجوزي 2 برضك يما؟ احنا على قدنا يا حبيبي. يا رب تخرجنا من السنه دي على خير بقى يا رب. انا كل استغرابي في حاجه يا جماعه، يعني تخيل ياجوج وماجوج يطلعوا من تحت الارض بعد كل السنين ده، هي ما يطلعوش يلاقوا حاجه يفتنونا فيها. يعني تخيل ايه ده طب احنا هنفتنهم في ايه؟ خلصوا كل الحاجه يا رب، لا اله الا الله. فهم في اللحظه دي هم اللي هيتوبوا، يعني هيلاقوا فتنه يعملوها ايه بقى اكتر من كده. فتلاقيه بقى بيتكلم صاحبه ولا اخوه، يا ابني يعني بعد السنين اللي قعدناها دي عشان نطلع نفتن الناس نلاقيهم مفتنين خلقه. يا هم بقى اللي هيخافوا يطلعوا. يقول لك لا انا هخاف اطلع بقى، تطلع الارض؟ لا انا الناس اللي فوق الارض دي هتفتني يا اخوي، خليني قاعد تحت. فيها يا وليه 2 يا وليه اللي هتتجوزيهم؟ لو عماله تحكي لك على المميزات، ده هيجيب لي فيلا ما اعرفش فين وده هيجيب لي فيلا ما اعرفش فين، لا حول ولا قوه الا بالله. الناس اتلسعت ولا اتهطلت ولا انهبلت؟ لا وطالع بقى محامي يدافع عن الموضوع، يقول لك القانون التونسي بيحرم ويجرم التعدد للراجل، ما قالش للست. بتقولي يابا؟ بتقولي بالله عليك؟ بتقولي يعني هو قال للراجل لكن ما قالش للست؟
لا طالما ما قالش للست بقى يا رب يا رب يا رب. طب نعمل نيزك ازاي يا رب؟ نعمل نيزك ازاي؟ لا جايه تيجي من عندك بقى يا رب اكيد.